بصوا يا جماعه، قبل ما نغوص في تفاصيل قصص الحيوانات الغريبه والطقس السخن والتبريد والكائنات اللي راحت وجت، لازم الاول نفهم احنا واقفين فين على خط الزمن. العلماء بيقسموا تاريخ الارض لفصول كبيره كده اسمها ايونز، الدهور الجيولوجيه العظمى، زي الهيديان والاركي وكل الدهور اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. اللي احنا واقفين عنده دلوقتي اسمه سينوزويك. الكلمه دي جايه من اليوناني، هينوس يعني جديد، وزوي يعني حياه، يعني باختصار العصر الحديث للحياه. وكأن الطبيعه بتقول خلصنا الديناصورات، نبتدي صفحه جديده بقى. جوه السينوزويك ده في 3 فترات ايرس. اول واحده فيهم هي اللي هنتكلم عليها النهارده، الباليوجين. الكلمه دي برضه من اليوناني، باليوس يعني قديم، وجين يعني اصل او ميلاد، يعني كانك بتقول اصول قديمه في زمن حديث. وده منطقي جدا لاننا بنتكلم عن بدايه عصر جديد، عن حياه لسه طالعه من تحت انقاض اللي فات. واللي بيخلي الباليوجين مهم انه مش مجرد فصل عادي، ده بدايه ظهر السينوزويك كله. يعني اللي هيحصل فيه هيحدد شكل الحياه على الارض لحد النهارده، من اول الثدييات اللي مسكت الارض بعد الديناصورات لحد الغابات والطقس اللي بيتقلب والمحيطات اللي بتتعافى من الكارثه اللي حصلت قبلها.